استقبل الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء نظيره الليبي الدكتور علي زيدان في مستهل زيارته إلى القاهرة. بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين. عقب اللقاء أكد الدكتور حازم الببلاوي خلال مؤتمر صحفي أن الملف الأمني للبلدين هو الخطوة الأولى والأساسية للتعاون الاقتصادي الجاد. أشار الببلاوي إلى التحسن الذي يشهده الوضع الأمني المصري وإن لم يصل إلى الشكل المنشود. بنتهز هذه المناسبة للترحيب بالسيد رئيس وزراء ليبيا الذي جاء في زيارة سريعة إلى مصر. أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الروابط الراسخة بين الشعبين المصري والشعب الليبي، روابط قديمة طويلة مستمرة، وإن شاء الله سنعمل على مزيد من دعمها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين. طبعا احنا مرينا بفترة ما هي سهلة خلال السنوات الثلاثة الماضية، والآن بنتقدم بخطى ثابتة لتنفيذ خارطة الطريق، وإن شاء الله نستكملها. أيضا ليبيا بتمر بمرحلة ما هي سهلة وفيها صعوبات، لكن اللي أنا فهمته من دولة الرئيس أن هناك حكومة جادة مصرة ومصممة على استمرار في طريق الحرية والانطلاق وحماية أمن المواطن. ومن أهم الأشياء اللي يؤكد عليها دولة الرئيس هو النظرة للأمة العربية وخاصة علاقة ليبيا بمصر، وأنا أود أن أؤكد في هذا الصدد ترحيبنا الكبير بدولة الرئيس. من جانبه أكد رئيس الوزراء الليبي أن العلاقات القوية بين مصر وليبيا يشهد عليها التاريخ. أنا أود أن أؤكد كما أكدت دائما أن العلاقة بمصر مسألة أزلية أبدية بالنسبة لليبيا، وهي من الركائز الأساسية لعلاقاتنا الخارجية بالدول، رغم أن علاقاتنا بأشقائنا العرب لا نعتبرها من ضمن العلاقات الخارجية، هي امتداد لسياستنا الداخلية دائما. جئت لمصر في هذا الوقت لأؤكد مجددا، وهو أمر لا يحتاج لتأكيد، أن أي أمر مهما كان عظيم ومهما كان كبير، فما بال لما يكون بسيط وصغير بالأمر الذي حدث منذ أيام، لن يؤثر ولن يغير العلاقة الثابتة بين مصر وليبيا. فنحن ملتزمون على مر الأجيال بهذه العلاقة في كل العصور، وسنستمر فيها إن شاء الله على مدى الأيام. تحدثت مع السيد الوزير، طمأنته عن الأوضاع في ليبيا. الآن الليبيين يحاولون أن يصلوا إلى تفاهم بينهم من أجل استكمال خارطة الطريق بكيفية ترسي دعائم السلم والتفاهم والتضامن بين مختلف فئات الشعب الليبي، وتحقق دولة القانون، الدولة المدنية، الدولة المتحضرة التي ترتكز على القيم الوطنية الليبية، وفي مقدمتها الإسلام والعروبة وانتمائنا لشمال أفريقيا ووجودنا في المنطقة العربية بحضور يحقق هذا الارتباط العربي المهم. أيضا طمأنت على أن مهما كانت التداعيات ومهما كانت الاهتزازات الأمنية الموجودة، هناك إرادة لدى الحكومة ولدى المؤتمر ولدى كافة فئات الشعب الليبي على تجاوز هذه المرحلة بتحمل همومها وأعبائها وتبعاتها، لكن في النهاية ستكون النتيجة إن شاء الله نتيجة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية. أيضا تعرضنا للعلاقة بين ليبيا ومصر التي نأمل أن ندعمها بتعاون حقيقي عملي يشمل المجالات الاقتصادية والعمالية والثقافية والتعليمية لنرسخ هذه العلاقة، لأن العلاقات بين الدول في هذا العصر ما لم تعزز بتعاون فعلي يرتكز على هذه القطاعات، العلاقة لن يكون لها معنى ولن يكون لها أرجل تقف بها على أرضية الواقع. العلاقة بمصر كما قلت بالنسبة لليبيا علاقة أساسية، ولا يمكن لأحد
أن يتوقع أنه سيؤثر في هذه العلاقة سلبيا، لأن إصرار الشعب الليبي وإصرار الشعب المصري على هذه العلاقة وعلى استمرارها سيقف أمام كل من تسوي له نفسه لموقف سياسي أو لتوجه سياسي يريد أن يحدث خلل في العلاقة فيما بينه وبين مصر. أسئلة عدة طرحت خلال المؤتمر الصحفي تركزت معظمها حول الوضع الدبلوماسي المصري بين مصر وليبيا. نحن في مصر نتمنى لدولة ليبيا الشقيقة السلامة كما نتمناها لبلادنا، ولكني أحاول أن أسأل عن الوضع الأمني في ليبيا بما يمكن مصر من إعادة فتح سفارتها مرة أخرى وعودة الدبلوماسيين المصريين، وهل هناك أمان لسفارتنا عندما تعود إلى ليبيا مرة أخرى، وهل تم الاتفاق على أن تشارك الشركات المصرية في عملية إعمار ليبيا؟ شكرا. سؤال سهل لأنه الإجابة في الاثنين وأول حاجة أنه فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية لم تتغير ومستقرة وثابتة ولم يطرأ عليها أي شيء، وأؤكد أنه الذي تم كان إجراء لحماية أرواح وأمن الدبلوماسيين المصريين العاملين في ليبيا، لم يكن لها أي تأثير أو أي نتائج على مستوى العلاقات الوثيقة دبلوماسيا وغير ذلك. أيضا الغرض الوحيد هو تأمين العائلات، وبمجرد ما تستقر الأمور ستعود الأوضاع كما هي. هو حادث له أبعاد أثرت في عائلات، في ناس كان لابد ضمنهم، وأعتقد أنه أيضا لا يوجد رابطة مباشرة بين ما تم في ليبيا وما حدث بالنسبة لأحد المقيمين في القاهرة، إنما مسألة أمنية وانتهت على خير. فيما يتعلق بالأمر الثاني، في الحديث مع دولة الرئيس أكد أنه ليبيا وهي تتطلع للقيام بعمل بناء اقتصادي وإصلاحات في جميع المجالات ستكون الاعتماد والأخذ من الخبرات المصرية والتعاون ما بين الدولتين أحد أهم توجهات القيادة الليبية الآن. علاقاتنا مع ليبيا في مختلف المجالات سواء اقتصادية، ثقافية، تعليمية، قديمة وعميقة، ودولة الرئيس أكد لي أن هذا هو الطريق الذي ستسير عليه الدولة. وأيضا هناك ستكون زيارة للمسؤولين في هذه القطاعات قريبة من مصر إلى ليبيا، كما قد فهمت أنه هناك أيضا إعداد لمؤتمر للاستثمار في المستثمرين الليبيين في مصر والعكس. السؤال الأول. السؤال الثاني عشان برضو يبقى كله جندر مقبول. هل تم التطرق خلال المباحثات لأن سبل تأمين أكتر للحدود ما بين مصر وليبيا، لأن وخطور دخول ممكن يكون في ما شبه بالمجاهدين مسمى عليهم مجاهدين، وخصوصا ده بيأثر على الأمن داخل مصر وليبيا برضو بتعاني منه. الأمر الثاني، هل تم التطرق لإعادة مجلس الأعمال المصري الليبي واللي هو متوقف منذ بعد أحداث ثورتين في البلدين ولا لا؟ فيما يتعلق بتوفير الأمن والاستقرار على الحدود ومنع هروب الأسلحة، دي مسألة تهم الأمن الليبي بدرجة كبيرة كما تهم الأمن المصري، وهي مشكلة مشتركة بنواجهها معا، وبيتم التنسيق على أعلى مستوى لوضعها تحت السيطرة الكاملة. فيما يتعلق بإعادة إحياء مجلس الأعمال المصري الليبي، أنا لسه أشرت أنه هناك الاتجاه لعقد مؤتمر اقتصادي يجمع المستثمرين الليبيين للنظر في فرص الاستثمار موجودة في مصر، ودون من شأنه أنه يعيد إحياء مجلس الأعمال المصري الليبي وغيره من القنوات التي تزيد التقابل والتعامل ما بين البلدين. انتهى نصيبي من الأسئلة. أنا بدي بس أضيف إلى ما أبدأ السيد معالي رئيس مجلس الوزراء
هو أن سوق العمل الليبية تعرف العمالة المصرية منذ 50 سنة، يعني احنا لن نأتي بجديد. هي الأمر اللي حدثت انقطاعات في فترة نظام القذافي وفي فترة الثورة، لكن العمالة المصرية على مختلف مستوياتها، سواء المستوى التقني العالي أو على المستوى العمالة العادية، في ليبيا مرغوبة ومطلوبة، وسوق العمل يريدها ولا تحتاج لأي تعضيد أو دفع أو المسألة مسألة ترتيبات. نحن الآن بصدد ترتيبات إدارية أمنية من أجل ضبط عملية الدخول والخروج والإقامة، حتى العامل عندما يذهب إلى هناك يكون عنده تعاقد يحقق له حقوقه، يعني ويفرض عليه الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها حتى يكون الأمر منضبط أكثر. فقضية العمالة هذه مسألة تحصيل حاصل، يعني سيحدث، ونحن لن نسعى إلا لتحسين ظروف التعاقدات، لتحسين ظروف أداء العمل، لتحسين وضبط الإجراءات الأمنية التي تتعلق بهذه العملية. أما القرار هذا قرار متخذ بحكم الواقع، ونحن سندفعه بقوة، لأن مواتي بالنسبة للمستفيد الليبي، ومواتي أيضا للعامل المصري بحكم أن سهولة التنقل، قرب المسافة، التشابه في الطبع، الخبرة بهذا السوق، هذا ينبغي أن يكون. فيما يتعلق بقضية الحدود تحدثنا في هذه المسألة، وأكدت للسيد الرئيس أن نحن في ليبيا عندنا رغبة أن تضبط الحدود ضبطا تاما، وأن عملية القادمين من مصر إلى ليبيا ينبغي أن تأخذها السلطات المصرية بشيء من الحزم، حتى لأن من يأتون إلى مصر إذا كانوا مصريين قد يأتوا إلى ليبيا ويرجعوا إلى مصر بأشياء. إحنا ليبيا السوق الآن الأسلحة فيها في كل مكان، المتفجرات فيها في كل مكان، فضبطا لأمن مصر وضبطا لأمن ليبيا ينبغي أن نضبط الحدود ضبطا جيدا كلا الجانبين. إحنا لا زلنا حقيقة الدولة لم تكتمل عضلاتها في الجانب الأمني بالقدر الذي يهيئ لها ضبطا تاما لهذه المسألة، لكن التعاون بيننا وبين مصر في هذا الموضوع سيحقق هذه المصلحة اللي هي مصلحة للليبيين والمصريين في نفس الوقت. قضية التعاون كما قلت من البداية، التعاون الاقتصادي التجاري شيء أساسي. إذا أردنا هذه العلاقة أن تتم لابد أن نعضدها بهذا الأمر، وهو أن يكون فعلا هناك تعاون عملي مؤسس على رؤية موضوعية يحقق مصلحة البلدين ويضمن الاستمرار. شكرا. بعد مؤمن عطله، أخبار اليوم. بعد إعلان الحكومتين المصرية والليبية بإغلاق الحدود البرية، ما موقف المحتجزين حاليا؟ وهل الفترة القادمة ستشهد لفتح الحدود مرة أخرى؟ هذا إجراء استثنائي قضية. وبعدين أنتم أخبار اليوم أيضا تنشروا في أخبار، أنتم أرسلتم من فترة أن أحمد قذافي الدمش دبي وقابل السيد في الإمارات وقابل، هذا خبر مكذوب من أساسه، غير صحيح. أو أقولها السفير، أنا كنت في المكان هناك والتقيت بالسفير وأكد لي أن هذا الأمر لم يحدث، وأكدوا لنا الإخوان في الإمارات أن هذا الأمر غير صحيح. رجاء أرجو الأخبار السؤال تأخذ كلام السيد الرئيس وتكذب هذا الخبر اللي نشرته. الأمر الآخر فيما يتعلق بالمحتجزين، كل هذه الإجراءات إجراءات استثنائية طارئة عاجلة. نحن سنبذل أكبر جهد من أجل تطبيع العلاقة وتفعيلها بكيفية تحقق الأمن وتحقق فاعلية التعاون المشترك والمنفعة المشتركة للبلدين. تفضل. مساء الخير. تفضل. اقتباس بسيط بس من دكتور حازم ودكتور علي. دكتور حازم قال روابط قديمة راسخة ومستمرة، كذلك دكتور علي قال لا يحتاج لتأكيد مدى قوة العلاقة. من الضروري ان احنا ننقل الكلام دوت للشعبين، بس الكلام ده بنفس قوته ما انت خطنا بنبدأ محتاجين هنا في شعب سائر وهناك شعب سائر، محتاجين خيوط أرقام إحصائيات فترة وجيزة يتم من خلالها الترابط الحقيقي ما بين الشعبين، خاصة ان في جرأة للتعامل ما بينهم. أنت أي شيء تريد أن تقوم به لابد أن تكون له جاهزية وظروف مواتية. أنت قلت شعبين ثائرين، نحن لازلنا في مخاض الثورة، لازلنا لم ندخل إلى دولة النظام سيستم الأوردر، لم ندخل إلى هذه الدولة بعد، نحاول أن ندخل إليها. والتعاون، احنا الآن في قضية العمالة عندنا إمكانية لننظمها، اتفقنا على إيش سموها شبكة إيش منظومة المعلومات اللي تنظم هذه العملية، وستبدأ هذه المسألة.
في القضايا الأخرى المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والتعاون الفني، هذه تحتاج لترتيبات عملية ينبغي أن تسبق هذه حالما تتم. نحن منطلقين، لأن المسألة ليست مسألة إن نحن عندنا رغبة سامية أو رغبة نبيلة من أجل أن نحقق شيء، هي ضرورة موضوعية، ضرورة تحتاجها مصر وتحتاجها ليبيا من أجل تحقيق منفعة ومصلحة للشعبين والدولتين، وإذا قصرنا فيها نكون قد أخلينا بواجبنا كحكومتين، سواء حكومة مصر أو حكومة ليبيا. في أمرين مهمين: تكون هناك رغبة وإرادة أصيلة في التعاون بين البلدين، وكل من البلدين يشعر أن له مصلحة في تحقيق ذلك. هذا موجود بالفعل سواء عند ليبيا أو عند مصر. إنما الأمر الآخر ينبغي أن توضع هذه الرغبة أو هذه الإرادة من خلال قنوات تنظيمية. هذا يحتاج أولا إلى استقرار الأمن، ولذلك الملف الأمني هو الخطوة الأولى للتعاون الاقتصادي الجاد، انتقال الناس، انتقال المستثمرين، انتقال البضائع. كل هذا الأمن لا يكفي فيها الإرادة، وإنما لابد أن تكون هناك طرق ميسرة، الناس اللي بتروح أمنها مضمون، كل هذه الأمور. فاللي أنا عايز أقوله الأمرين موجودين، بس يبدأ بوجود الإرادة والرغبة عند الطرفين. ثم إحنا عندنا الوضع الأمني لم يكتمل ولكنه تحسن كثيرا. ليبيا بتعاني من وضع أمني أكثر صعوبة، ينبغي أن نتعاون في هذا المجال لكي نصل إلى أنك تضع ترتيبات تضمن أن هذه الترتيبات قابلة للتنفيذ. يعني عند عودة شخص مثل أبو عبيدة وهو عضو في غرفة ثوار ليبيا متهم بالضلوع في الكثير من الأنشطة المسلحة داخل الأراضي الليبية، كيف يمكن للحكومة الليبية أن تضبط نشاط هؤلاء المسلحين داخل حدودها؟ السؤال الأول قولي لي عودي من جديد. الله، أي ضمانات يمكن أن تقدمها طرابلس للقاهرة لمنع تكرار حادث خطف الدبلوماسيين المصريين حتى تتمكن القاهرة من استئناف نشاطها الدبلوماسي؟ زي ما تفضل السيد الزميل قبلك قال نحن في ثورة وأنتم في ثورة، ومن أهم أعراض هذه الثورة عدم الاستقرار الأمني والتداعيات الأمنية اللي موجودة. الضمانات في هذا العصر لا أحد يستطيع أن يعطي ضمانات. الشعب المصري ضحى من أجل أن تقوم الثورة، والشعب الليبي ضحى من أجل أن تقوم الثورة، ونحن نضحي الآن يوميا ونحاول أن نبذل جهد غير عادي من أجل أن نستعيد الدولة وأن نجنب المجتمع الأعراض العنيفة التي ترتبت على الثورة. يعني هذا العنف وهذه التداعيات هذه مثل الانفكشن في الجرح، خاصة لما يكون جرح عميق. الثورة جاءت من البركان، وعندما ينفث البركان بحممه يحقق خير كثير، خصب في التربة وإضافة عناصر جديدة للتربة حتى تنتج، ولكن في نفس الوقت يحدث دمار، وهذا ما حدث في الثورة. نحن نحاول أن نعالج هذا الأمر، ولكن الضمانات لا أحد يستطيع أن يعطي ضمانة. اللي نضمنه هو أن نبذل كل الجهد من أجل أن نحافظ على إخوتنا أعضاء السفارة المصرية عندما يكونوا بيننا، وهذا الأمر الذي قمنا به. بمجرد ما أشيع الأمر وجهنا قوات إلى السيد السفير وضعته في مكان آمن. السادة أعضاء البعثات ذهبوا إلى بيوتهم ظنا أن الأمر لن يصل إليهم، فحدث هذا الأمر. حاولنا أن نتلافى ما نستطيع أن نتلافاه. السيد السفير عندما يغادر طلبت من الإخوان أن يأتوا به إلى مقر إقامتي وإلى مكتبي، وبقى معي في المكتب، وغادر من المكتب إلى المطار لنعطي رسالة للجميع إن سفير مصر في أعين الليبيين مهما تحت أي ظرف، وأن لن يكون هناك تهاون في مسألة التعامل مع أي سفير من السفراء الموجودين، فجميع السفراء هم ضيوفنا ونحن مسؤولين عن أمانهم وسلامتهم، ولكن خصوصية سفير مصر خصوصية خاصة. فهذا الجانب. فيما يتعلق بالسيد شعبان هدية أو أبو عبيدة، هو شخص أنا أعرفه معرفة جيدة ورجل على خلق. المسألة كما تفضل السيد رئيس الوزراء مسألة منفصلة، هو شخص. المسألة تتعلق بالإقامة، والشرطي أو المتابع للأجانب في المباحث المصرية ولا في الأمن المصري لا يميز بين الناس، وهو مواطن عادي جاء إلى مصر، رأوا أن إقامته فيها خلل،
تم اعتقاله، تم التحقيق معه. بعد ما تم التحقيق أفرج عنا، وأكد لي السيد رئيس الوزراء من أول مكالمة أن مصر الدولة التي تحترم ذاتها وتحترم نفسها لا تقبل لا الابتزاز ولا المساومة ولا لوي الذراع. عندما قررت السلطات المصرية إخلاء سبيل السيد شعبان هدية أخلي صراحة أطلق صراحة وسافر مكرم معزز بدون أي مشاكل، وهو عبر عن ذلك وأعلن أيضا رفضه واستهجانه وعدم قبوله لعملية الخطف، وأكد أن ليس له علاقة بهذا الموضوع مطلقا. كون أشخاص آخرين قضية الثوار، كل شخص ممكن يقول أنا ثائر وأنا من مجلس الثوار. هذه الغرفة غرفة الثوار ليبيا هذه ليست محددة العدد وليست معروفة الأشخاص. هناك مجموعة من الأشخاص يقولون ننتموا لهذه العملية شان أي المجموعات الثورية اللي موجودة في ليبيا، وهذا أمر احنا لابد أن نضع له ضبط. نحن نرى مواطنين لهم أسماء، لهم بطاقات شخصية، لهم هويات، يحددون وتحدد مسؤولياتهم عن أفعالهم ويعاملوا على هذا الأساس. ثائر غير ثائر هذه مسألة تأتي في أمام القانون، يعني ليس أمام القانون. أمام القانون مواطن عادي له التزام تجاه الدولة. أما فيما يتعلق السيد أبو عبيدة هو نفسه عبر عن هذا الأمر، وأنا أؤكد أن هذا الأمر ليس له علاقة. والسيد رئيس الوزراء ممكن تكلمت معه أكثر من 10 مكالمات، كان دائما يؤكد لي أن العلاقة مع ليبيا ليست مجال للمساس ولا للتبديل ولا للتغيير، وإنما تم من إجراءات هو للحفاظ على أرواح الدبلوماسيين، وأرسلت الطائرة بإذن السلطات الليبية وأخذت السيد السفير ورفاقه مكرمين معززين، ورافقهم أحد الوزراء إلى المطار. المسألة في إطار واضح جلي، هذه عرض من أعراض الثورة الذي قد يأتي في أي لحظة، ولا بد أن نتعامل معه بمقتضاه بعيدا عن أي تأويلات لا تحتمل أن تقال في مثل هذا المسار. شكرا جزيلا. شكرا.